بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في موضوع الساعة، موضوع إمام عاشور. هقول لحضرتك القصة الكاملة من كل وجهات النظر. هقول لحضرتك العقوبة اللي اتخذت والعقوبات المنتظرة أو الأحداث المترتبة على ما حصل من إمام عاشور. عندنا لاعب جديد منضم لصفوف النادي الأهلي، وآخر ديانج إيه؟ صلى على الحبيب واخبط اللايك الجميل وتعالى نشوف القصة وما فيها. إمام عاشور، احنا صحينا امبارح كلنا على خبر إن إمام عاشور ما راحش المطار عشان يسافر مع بعثة النادي الأهلي، واتصلوا بيه تليفوناته مقفولة أو ما بيردش على التليفون، لا هو ولا أي حد من أسرته، لا والده ولا زوجته. طيب، كان في روايات كتير بتقول إن إمام عاشور لا ده تعبان، لا ده اصل عنده كورونا، لا اصل موضوع التطعيمات، واحنا وضحنا موضوع التطعيمات ده في الفيديو السابق، ان القصه بتاعت التطعيمات ديت لا هي بعيده كل البعد عن الموضوع يعني. فكان القصه كلها محصوره في ان امام عاشور تعبان مريض طريح الفراش هو واسرته بالكامل، وعشان كده ما حدش فيهم كان بيرد على التليفون. وقلت لك امبارح، قلت لك ان هو حتى لو مريض كان المفروض يبلغ اداره النادي الاهلي، حتى ولو على جروب الواتس. لو هو مش قادر يتكلم كان ممكن يبلغ، يكتب رساله على جروب الواتس يبلغ فيها ان هو تعبان او مريض، وكان النادي الاهلي هيشوف ايه الاجراء المتبع في الحالات اللي زي دي، او كان يتصل بطبيب الفرقه عشان خاطر طبيب الفرقه يبلغ الجهاز الفني والجهاز الاداري في النادي الاهلي. طيب، الكلام اتبلغ لاداره النادي الاهلي ان امام عاشور ما جاش، بس ما اتقالش اي روايه. امام عاشور ما جاش في الميعاد بتاع السفر، واتصلنا بيه ما بيردش، لا هو ولا اي حد من اهل بيته، واخرنا الطياره نص ساعه وبرضه امام عاشور ما جاش. بناء عليه القرار مين اللي خده؟ قرار مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي خد القرار اللي نزل امبارح في البيان على صفحه النادي الاهلي. 1.5 مليون غرامه وايقاف لمده اسبوعين مع التدريب منفرد. طيب، الناس النهارده هتقول لك امام عاشور ما راحش مران المستبعدين الصبح الساعه 10. انا بقول لحضرتك التدريب منفرد، والتدريب منفرد زي ما حدد كابتن سيد عبد الحفيظ هيكون الساعه 5 مساء. حلو. في ناس بتقول انها شافت امام عاشور في احد المستشفيات الخاصه مع احد اداري النادي الاهلي لتوقيع الكشف الطبي عليه والتاكد من روايته. الكلام ده كان امبارح بالليل، تمام، بس الروايه مش يعني الروايه تحتمل الصواب وتحتمل الخطا، الروايه مش مؤكده 100%. الروايه الثانيه بقى على الجانب الثاني بتقول ايه، ودي روايه رواها مهيب عبد الهادي على قناه MBC بناء على مباحثات او اتصالات هو اللي عملها، تمام. عايز بس الفت نظرك لحاجه، ان مهيب عبد الهادي صديق شخصي لكثير من اللاعبين. مش بقول لك ان هو هيعرض او هيعمل حاجه، لا، بس انا بقول لك ان ممكن يكون القصه فيها شويه عاطفه، شويه حب، شويه ميل في جانب اللاعب. الروايه اللي رواها مهيب عبد الهادي ان المشكله بدات من ساعه ضربه الجزاء اللي تصدر لها زيزو. طبعا الراجل هو بيقول على لسانه المدير الفني كاتب المسددين لضربات الجزاء ترتيبهم زيزو، شرطه، امام. فبيقول ان امام اراها من اليمين للشمال ان هو الاول، فدخل عشان يلعب ضربه الجزاء، فزيزو دخل تمسك ان هو يشوط ضربه الجزاء ودخل واحرزها. فتاني يوم في التدريب امام فتح الموضوع، فمحمد هاني قال له يا ابني زيزو هو المسدد الاول لضربات الجزاء. قال له لا، انا شفت الورقه ومكتوب فيها ان انا اللي هسدد ضربه الجزاء، انا رقم واحد. احمد قال له الكلام ده مش مظبوط، انت قريت الورقه دي ازاي؟ وجاب له الورقه وفهمه اللي حصل، وخلص الموضوع على كده. بيقول ان هو روح بالليل كلم دكتور احمد جاب الله، انا تعبان ومش جاي بكره الصبح.
بيتقال ان كابتن احمد جاب الله ما بلغش كابتن وليد صلاح الدين او بلغ حد من اداري الفريق. ادي اول واحده، خليها على جنب. حصل بقى اللي حصل وقرار النادي الاهلي نزل، فتم التواصل بين امام عاشور مع كابتن وليد صلاح الدين في تنزانيا هاتفيا، واتكلموا مع بعض في اللي حصل. وكابتن وليد صلاح الدين قال له ما تنزلش التدريبات الا لما نرجع. دي الثانيه، ان كابتن وليد صلاح الدين اكيد عرف بالقرار اللي خده مجلس اداره النادي الاهلي، فهو ياخد قرار عكس القرار. فدي تاني حاجه حطها على جنب اختها دلوقتي. اللي هيحصل ايه بناء على الروايتين؟ اولا روايه مهيب عبد الهادي دي لازم يتم التحقيق فيها، لازم، ويتحقق مع دكتور احمد جاب الله ويتحقق مع الكابتن وليد صلاح الدين عشان يتشاف هل الروايه دي صحيحه ولا مش صحيحه. ولو صحيحه حضراتكم ما تواصلتوش ليه مع اي حد في مجلس اداره النادي الاهلي او كابتن سيد عبد الحفيظ نائب المشرف العام على الكوره، وما كانش حصل الهرج والمرج ده كله من الاساس. القرارات اللي متاخده بس لسه ما اعلنتش ان عدم عرض امام عاشور للبيع الفتره دي خالص. انت قاعد يا باشا مكمل مش ماشي. الحاجه الثانيه، كان في قرار من كابتن سيد عبد الحفيظ ان اي لاعب عقده اكتر من سنه ما يتفتحش موضوع التجديد معاه باستثناء امام عاشور. ف كابتن سيد عبد الحفيظ لغى السلسله امبارح، مفيش قعده تجديد مع امام عاشور دلوقتي خالص. هو راجل 2.5 سنين في عقده قاعد معانا. القرار الثالث ان ممكن لو امام عاشور ما امتثلش للعقوبات وما راحش التدريب المنفرد الموضوع داخل في تجميد. طيب لو امام عاشور امتثل وراح التدريبات والاسبوعين خلصوا، اولا ال3 مباريات بتوع افريقيا امام عاشور كده براهم، يانج افريكانز وشباب القبائل والجيش الملكي، امام عاشور كده بره 3 مباريات مع مباراتين في الدوري. فانت بعد الاسبوعين انت هترجع وهيكون فاتك 5 ماتشات، هترجع المدير الفني طبعا انت حطيته في مأزق فني، لان الراجل رايح بلعبته كامله والخطه متخمره في دماغه وعارف هو رايح يعمل ايه. انت كده لخبطت له الدنيا. اخر حاجه تجهيز البديل لامام عاشور. كده امام عاشور لاعب لا يؤتمن، فلازم يكون عندك البديل. والنادي الاهلي حاطط بدل البديل 2 في 3 لاعبين، هيتم التفاوض مع 2 منهم على الاقل وانهاء كل الامور قبل قفل باب القيد المحلي. مين ال3 لعيبه؟ في لعيب منهم كلمتك عليه امبارح، اوجستين منصور اللاعب الفلسطيني، لاعب وسط ملعب. وفي مصطفى شكشك. مصطفى شكشك كان في كلام عليه من كابتن سيد عبد الحفيظ، لكن بعد كده عرفت ان هو رايح ليبيا، بس الله اعلم خلصت ولا لسه ما خلصتش. معنى ان يتذكر اسم مصطفى شكشك تاني ان لسه الامور ما اتحسمتش بالنسبه للنادي الاهلي الليبي. مين اللاعب الثالث؟ اللاعب الثالث برضو كلمتك عليه، اسمه ماتا ماجاتسا، لاعب نادي زد، لاعب رقم 8، لاعب صغير في السن، عنده حته المهاره شويه وديستروير كويس. هو بس ما عندوش حته اللعب اللي قدام دي ممكن لو هو لاعب قابل للتطوير ومستر ياسترب شافه وقال اوكي فممكن ان هو يجي منه بعد كده. قصه قدم وطني في الحوار ده عشان نقفل كل الزوايا بتاعت موضوع امام عاشور. موضوع ادم وطني اللي طلع صفحات كتير جدا وفي اعلاميين اتهموا ادم وطني بانه هو المحرض لامام عاشور، وعروض امريكا وعروض السعوديه وعروض مش عارف من الخليج. فادم وطني لما اتسال اقسم بالله ان الموضوع هو ما يعرفش عنه اي حاجه، عشان بس يبقى لك الخبر بكل مصداقيه ومن كل الاطراف.
اقسم بالله انه ملوش دعوه بالحوار ده اصلا، وان الموضوع موضوع امام عاشور من الاول للاخر. الصفحات بقى البيضة والاعلام الابيض واليوتيوبرز البيض وكل بقى كله العالم اللي هي بيتوزع عليهم السكريبت، وفيهم صحفيين للاسف كلهم بيتوزع عليهم نفس السكريبت. صحفيين بيظهروا في برامج وبيكتبوا على فيسبوك وبيكتبوا صحفيين بس بياخد السكريبت زيه زي غيره. جروب ال15 بتاع الواتس بيوزع السكريبت. فطبعا هم امام عاشور في حاله من جوه من ناحيه امام عاشور، فما يصدقوا اي حاجه لامام عاشور. ولو زيزو كان عنده برد وعطس في وش زميله وجاب له برد هيطلعوا برضه هيخلصوا كله من زيزو. فكله شغال دلوقتي على امام عاشور، كله سابوا الجيش والمماليك وسابوا كل اللي عندهم وبيتكلموا على امام عاشور. طيب هو حضرتك بقالك 3 شهور بتبوس ايد اللاعب رقم 19 عشان بس ينزل يتدرب. هو بيقول لك اديني فلوسي واللعيبه دي انا مش هتمرن معاها، دي لعيبه صغيره جدا ولعيبه على قدها خالص، انا مش هنزل اتدرب معاهم. حضرتك عملت ايه معاه؟ خدت معاه عقوبه؟ اتكلمت معاه في حاجه؟ عبد الحميد معالي اللي بتبوس ايده دلوقتي وبالغلط عشان يجي يلعب عندك تاني، يرجع يلعب عندك تاني ويسحب قضيته في الفيفا. حضرتك انت ما تعرفش ان ده غلط؟ ان لعيب يبقى عندك ويمشي من عندك يفسخ عقده ويروح نادي اتحاد طنجة ويعمل عقد عايزه يفسخ هناك ويجي لك تاني ويبقى ده تالت عقد ليه في سنه واحده؟ ايه يا عم ده؟ ايه الدماغ دي؟ عايز اقول لك بس ريح نفسك. امام كان عندك غلط ما عاقبتوش وقلنا هي دي التربيه. امام عندي وما غلطش في حد، هو غلط في حق نفسه وعاقبته، ولسه في عقوبات تانية كمان. ففي فرق بين التربيه والتربيه. انا بربي وبقوم، انت لا، انت ما عندكش، فما تطلعش تتكلم عليا. امام عاشور غصب عنك احسن لاعب في مصر، غلط عاقبته، لو رجع لعقله هياخد عقوباته ويكمل. ما رجعش لعقله في 60,000 داهيه. النادي الاهلي ما بيقفش على حد، ولو هيقف على امام كان وقف على اللي قبل منه، كان وقف على اللي افشخ من امام. انا اسف على كلمه افشخ بس معنى اعظم من امام واكبر من امام. كان وقف عليهم، كان وقف على الخطيب لما بطل، كان وقف على ابو تريكه لما اعتزل. امام عاشور اهم لاعب في مصر وافريقيا في مركزه، اجمد لاعب في مصر وافريقيا في مركزه، بس العقليه بلح، زيرو، صفر كبير. زيه زي احمد عبد القادر، زيه زي ابراهيم سعيد، زيه زي صالح جمعه، زيه زي احمد الشيخ. لعيبه كانت لعيبه كوره جامده جدا، بس مفيش عقليه. يا ريت امام عاشور يفكر كويس ويحسبها كويس، عشان زي ما جمهور الاهلي رفعك لفوق يا امام هينزلك 7 ارض. راي حضرتك في الكومنتات، قول لي انت شايف موضوع امام عاشور النادي الاهلي يعمل فيه ايه، وامام عاشور هل يستحق ان هو لو فعلا كان تعبان وغلطته الوحيده ان هو ما اتصلش وما اهتمش ان هو يبلغ اداريين النادي الاهلي، هل شايف العقوبه دي مناسبه ولا كان يستحق عقوبات اكتر؟ وهل امام عاشور لو دي يعني بيتمرد كده، يعني حته تمرد صغيره كده وقال هو بيقرص ودن النادي الاهلي يعني، فهل شايف العقوبات دي مناسبه ولا مش مناسبه؟ وهل لو رجع لعقله تاني هل يتم السماح لامام عاشور والرجوع مره تانيه للتدريبات والمشاركات؟ نروح على طول لصفقه النادي الاهلي الجديده، لعيب اسمه حسام قاعود من نادي صدفه مواليد 2005. لعيب بيلعب مهاجم وبيلعب تحت المهاجم، لعيب صغير في السن، لعيب بيقوله كويس جدا،
هم نادي صدفه نفسه اللي صرح وقال ان النادي الاهلي خلاص بيخلص اللاعب. نتمنى ان نشوف اللاعب ده. ابراهيم الاسيوطي كان جاي من بترول اسيوط، محدش كان يعرفه، محدش كان شافه، والولد تالق وكسر الدنيا وحجز مكانه كلاعب في صفوف النادي الاهلي. اتمنى ان حسام قعود يكون على نفس المستوى ويقدم اوراق اعتماده ويكون ضمن صفوف النادي الاهلي ان شاء الله. ديانج، احنا اتكلمنا على ديانج وقلنا ان موضوع فالنسيا خلاص اتقفل، وقلنا ان ديانج ما فيهوش قدامه فرصه غير انه يجدد للنادي الاهلي، لان حاليا ما فيش عروض قويه لديانج، كلها بقى حاجات كده في دوري يلو، حاجات كده في الفرق الصغيره في دول الخليج. فاتمنى ان ديانج كابتن سيد عبد الحفيظ يخش ويخلص. صحيفه اس الاسبانيه نزلت مقال بيقولوا فيه ان نادي فالنسيا ما زال متحمس لضم اليو ديانج، ولكن وحط تحت ولكن دي متخط. نادي فالنسيا بيلعب لعبه مش حلوه مع النادي الاهلي. بعد ما كان عارض نص مليون يورو على النادي الاهلي عشان يفوز بخدمات اليو ديانج في الشتاء، بياخد عقد اللاعب بالكامل شراء نهائي، ال6 شهور الباقيين في عقده ياخدوا خلاص كده نهائي. كانوا خدوا خلاص لاعب ارجنتيني واتقفلت القائمه عندهم، فدلوقتي هم بيحاولوا ان هم ياخدوا اليو ديانج فري اخر الموسم، وعايزين يمضوا ديانج في اقرب فرصه. فكابتن سيد عبد الحفيظ يعني راجل واعي، راجل فعلا راجل فعلا بيهم مصلحه النادي الاهلي في المقام الاول. الراجل عرف الكلام، خد خطوه هيعمل جلسه ان شاء الله مع خالد مغربي اللي كلمت حضرتك عنه امبارح، وقلت لك ان هو منفتحين جدا على التجديد للنادي الاهلي. فكابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله في بكره جلسه مع خالد مغربي عشان يتفقوا على كل حاجه ويخلصوا الليله كلها، وديانج يجدد في النادي الاهلي سواء هيكمل او مش هيكمل. ما علمته ان خالد مغربي هيحط في العقد ان الديانج لو جاله اي عقد احتراف مناسب للنادي الاهلي ومناسب لديانج، النادي الاهلي ما يقفش قدام حلم اللاعب. رايي الشخصي ان ديانج يقعد في النادي الاهلي باي ثمن ويتعمل له ترضيه مناسبه. فراي حضرتك ايه؟ هل ديانج ضروره ملحه في النادي الاهلي ولا نمشيه وندور على حد تاني اصغر في السن شويه نجيبه وهو خلاص كده كفايه عليه؟ بس اللي عايز اقوله لك قبل ما ترد عليا ان ديانج لعيب معجون بالنادي الاهلي. اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. ما تنساش تشترك في القناه لو مش مشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ما تنساش اللايك والشير عشان نوصل لكل الناس. كان معاكم بوخارست، وده ملعبكم، ملعب بوخارست. السلام عليكم.